رغم تألق المنتخب السعودي بتأهله لأولمبياد لوس أنليس 1984 وتتويجه بكأس آسيا في 1984 و1988 ثم بلوغه ثمن نهائي مونديال 1994، إلا أن بطولة كأس الخليج في كرة القدم استعصت عليه في أول 10 نسخ شارك فيها، قبل أن تبتسم له في النسخة 12 في الإمارات عام 1994. حقق المنتخب الأخضر فور في تلك الفترة، فأحرز لقبين تواليا في النسخة 15 التي أقيمت بالرياض عام 2002، ثم الكويت في 2003. ويتطلع المنتخب السعودي للتتويج باللقب الرابع من خلال النسخة 25 التي ستقام بمدينة البصرة في العراق خلال الفترة من 6 إلى 19 كانون الثاني يناير، رغم مشاركته بالمنتخب الرديف الذي يضم بعض عناصر الخبرة. منذ انطلاق النسخة الأولى عام 1970 لم يغب الأخضر عن المشاركة باستثناء النسخة العاشرة التي انسحب منها احتجاجا على تعويض الدورة التي استضافتها الكويت عام 1990. وشارك بالمنتخب الرديف في الدورة العشرين التي أقيمت في اليمن 2010 وبلغ خلالها الدور النهائي، والدورة 23 التي استضافتها الكويت عام 2017 وودع خلالها البطولة من دور المجموعات. وتولى تدريب الأخضر في مشاركته السابقة 21 مدرباً، أبرزهم المجري فيرنتس بوشكاش، والبرازيلي ماريو زاجلو الذي أشرف على المنتخب في الدورة السادسة وبداية الدورة السابعة قبل أن تتم إقالته بعد الخسارة من العراق ويتم إسناد المهمة للامادربيا لوطني خليل الزياني. ومن ضمن الأسماء المميزة التي أشرفت على الأخضر الألماني أوتو فايستر، الأرجنتيني جابرييل كالديرون، الهولندي فرانك ريكارد، الفرنسي هيرفي رينارد، الهولندي جيرارد فان دير ليم الذي حقق لقب النسخة 16 عام 2003. ماجد عبلاه الأبرز، وبرز في صفوف الأخضر خلال الدورات الماضية مجموعة كبيرة من اللاعبين، أبرزهم ماجد عبلاه الذي يتصدر قائمة هدافي المنتخب برصيد 17 هدفاً، ووصيف هدافي البطولة بفارق هدف وحيد عن الكويتي جاسم يعقوب، وأحمد عيد الذي توج بجائزة أفضل حارس 1970 و 1972، وفؤاد أنور الذي فاز بجائزة هداف البطولة 1994. كما برز محمد لدعي الذي فاز بجائزة أفضل حارس لدورتين متتاليتين 2002 و2003، وصالح النعيمة وصالح خليفة وفهد الهريفي ويوسف الثنيان وأحمد جميل وسامي الجابر وحسين عبد الغني وفهد المهلل وغيرهم من اللاعبين. وفي نسخة خليجي 25 وقع المنتخب السعودي في مجموعة أولى تضم العراق واليمن وعمان. ويأمر المدرب سعد الشهري السير على خطى المدربين الوطنيين محمد الخراشي الذي قاد الأخضر للفوز بلقب 1994 وناصر الجوهر في 2002. ويعتبر الشهري رابع مدرب وطني يقود المنتخب في دورات الخليج بعد المدرب القدير خليل الزياني في 1984 و 1986، محمد الخراشي الذي قاد الأخضر في الدورة 12، وناصر الجوهر الذي تولى المهمة مرتين، الأولى في الدورة 15 بالرياض، والثاني في الدورة 19 بعمان عام 2009. ويفتتح المنتخب السعودي مشاركته بمواجهة اليمن يوم الجمعة على أن يخوض الاثنين المقبل مباراته الثانية ضد منتخب العراق، ويلاقي يوم الخميس 12 كانون الثاني يناير عمان. وكان المنتخب السعودي الأول خرج من مشاركة في مونديال قطر بدأت بشكل رائع قبل أن تنتهي مخيبة بإقصائه من دور المجموعات. وأصبح أول منتخب آسيوي يتغلب على الأرجنتين في كأس العالم من 2-1 بمشاركة نجمها ليونيل ميسي الذي قادها لاحقا لإحراز اللقب، لكن لاعبي المدرب الفرنسي هيرفي رينارد سقطوا بعد ذلك أمام بولندا من 0-2 والمكسيك من 1-2.